السلام عليكم. نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية في دمشق تسبب في وقوع أضرار جسيمة بالمباني. ونقلت صانع عن مصدر عسكري القول إنه في تمام الساعة 12:30 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأضاف المصدر: أدى العدوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة، وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيل استهدفت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق، مما نجم عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة ومدرسة إيرانية في كفر سوسة، مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية. كما سقط صاروخ عند دوار المزرعة وسط معلومات عن مقتل امرأة، واستهدفت كتيبة الرادار في تل مسيح جنوب شهبة في السويدة وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.